انا خلاص ما عاد اقعد دقيقه بهالبيت، كل نهار بضلني عم بشتغل لحالي وعلى السكات، والله لحتى هجوا ما تعرفوا مطرحي وتقولوا يا ريت. الفيديو اليوم مش عن التربيه ولا عن الاولاد. الفيديو اليوم لإلك انت شو ناطره ومن مين؟ ناطره يدللوك ويعرفوا قيمتك ويغنجوك، يعرفوا قد ايه عم تتعبي؟ واقفه عندك وما تنطري حدا. انت انت اللي بدك تعرفي قيمة حالك، وانت اللي بدك تدللي حالك، وانت اللي بدك تقدري حالك، لانه انت اذا ما عملتي كل هول ما حدا غيرك رح يعملهم. انت اللي بدك تكوني الرقم واحد، انت اللي بدك تكوني الاولوية، لانه لما انت تكوني منيحة كل البيت بيكون منيح. معلش ما بصير شيء اذا البيت ما كان عم يبرق والطاولة ما كانتش ملمعة. معلش ما بصير شيء إذا شي نهار تركتي الأولاد مع بيهم ورحتي غيرتي جو ورجعتي لبيتك ولزوجك ولأولادك بطاقة جديدة وبقوة جديدة. كبايتك عم تملى شوي شوي، لازم تفضيها قبل ما تطفح. اقري أي كتاب، كل يوم اقري، خصصي وقت لإلك، اعملي فيه اللي بدك إياه، اشربي نسكافيه، كل يوم بده يكون في وقت لإلك. وممنوع بقى تاكلي الأكل بارد لحتى تتأكدي إنه الكل أكله مش حال. ممنوع بقى تكوني هلكانة من المرض وتقومي توقفي تطبخي. معلش صحة ولادك ما رح تنهار بيوم. شخص واحد بس رح يساعدك ورح يدللك ورح يعرف قيمتك، هيدا الشخص هو انت. لما انت تعرفي قيمتك، دللي حالك، تعرفي كيف بدك تريحي حالك، تعرفي كيف تعطي وقت لنفسك، كل اللي حولك رح يقدروك. ويعطيك العافية.